حاسس ان انت مسجون في الماضي؟ في دايما بتيجي في دماغك فكرة حصلت قبل كده في الماضي ودماغك عمالة تعمل حواليها سيناريوهات وتلف حواليها، وده مسبب لك ضغط وتفكير مفرط. اللي بيحصل معاك ده يا صديقي في علم النفس حاجة اسمها الرومينيشن او اقترار الافكار، ان دماغك بتجيب فكرة من الماضي وتفضل تلف حواليها وترسم سيناريوهات كتير جدا، وفي الغالب الفكرة دي بتكون فكرة سلبية بتضرك مش بتأذيك. فالنهاردة انا جاي اشارك معاك افضل الطرق اللي تساعدك ان انت تخرج من السجن ده وتحاول تفهم يعني ايه اقترار الافكار اصلا وتتعامل معاه. اول حاجة، حاول تقطع السلسلة دي. انا زي ما قلت لك ان انت دماغك بتعمل دايره سلسله حوالين الافكار دي، حاول ان انت تقطعها بان انت تفكر في حاجه تانية ايجابيه. حاول ان انت تشتت نفسك، وكان في قلت لكم قبل كده في فيديو سابق عن تمرين اسمه ال5 4 3 2 1 بيساعدك فيه ان انت تقلل من التفكير المفرط او التشتيت. ممكن ترجع لفيديوهات القناه هتلاقيه. طيب رقم 2، اسال نفسك سؤال مهم جدا، هل الفكره دي فعلا بتفيدني ولا بتضرني؟ هل بتأذيني نفسيا ولا بالعكس بتديني دروس؟ رقم 3، حاول تنزل لأرض الواقع، تطلع من الخيالات والسيناريوهات اللي في دماغك بان انت تنزل لأرض الواقع، ان انت تعمل تمارين التشتيت اللي اتكلمنا عنها قبل كده. حاول ان انت تعمل عمليات التنفس العميق، التمرين ده بيساعدك جدا وليه فوائد كتير جدا ممكن تبقى تبحث عنها. ولو حابين نتكلم عن فوائد تمرين التنفس العميق ممكن اتكلم لكم عنها في فيديو جاي، بس يا ريت تسيبوا لي في الكومنتس او تراسلوني على الصفحه ان انتوا حابين ان احنا نتكلم عن التنفس العميق. طيب قلنا ان انت هتسال نفسك السؤال، تاني حاجة هتبدأ تنزل لأرض الواقع، تالت حاجة ان انت تحاول تستخدم تمارين التشتت اللي اتكلمنا عنها قبل كده. طيب بعد كده لما تبدأ تعمل دول مرة في مرة، الموضوع في بدايته هيبقى صعب بس مرة في مرة هتبدأ تسيطر على دماغك وتقدر تسيطر عليها وتبدأ تعلي من صحتك النفسية. ولو انت عاوز تعلي اكتر من صحتك النفسيه وتفهم نفسك وتطور من شخصيتك يبقى لازم تكون واحد مننا، ولازم تعمل لنا فولو، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده، وزي ما قلت لك سيب لي في كومنتس او ابعت لي لو انتوا حابين تعرفوا عن تمارين التنفس العميق او عندكم اي مقترحات حابين نتكلم عنها. وافتكر ان دايما في مساحه نفسيه بنقول لك استمتع بوقتك يا صديقي.